تخيل ان روح حد ميت بتفضل تطاردك طول حياتك، مش مخلياك تنام ولا ليلة. تبدأ قصة الكتاب سنة 1965 لما واحدة بتروح لدكتور بسبب ان هي بتشوف هلوسات وحاجات غريبة، وان جدها اللي مات من سنين طويلة بيظهر لها فجأة البيت وهي نايمة، وان الحلم ده بيبتدي بنقط بتنزل على وشها، والنقط دي حقيقية لدرجة ان هي بتصحى بتلاقي المية فعلا على وشها، لكن الدكتور بيأكد لها ان دي مجرد هلوسات، ويمكن علشان هي وحشها جدها ولا حاجة، وعلشان يثبت لها ان دي مجرد هلوسات بيقرر ان هو هيروح يبات في البيت ده لمدة ليلة. وفعلا الدكتور بيروح البيت وبينام في الأوضة اللي فيها المشكلة، وبينام وبيصحى في الفجر، ولكن بيصحى على حاجة غريبة قوي، في نقط مية بتنزل عليه من السقف. وبنرجع للزمن لسنة 1935 لما مدير دار الأيتام بتعرض على واحد من الأغنياء اسمه فؤاد باشا إن هو يعين بنت من الأيتام علشان تكون مربية لأحفاده أدهم وليلى، وبتقول له إن البنت ديت اسمها فاتن، وهو بيقول لها ماشي بس بشرط إن أنا أعمل لها مقابلة. فاتن بتروح المقابلة والراجل بيعجب بيها جدا، لكن بيقول لها إن هو هيحطها تحت الاختبار لمدة شهرين، إن هي هتروح تقعد مع أحفاده العزبة بتاعته في المنوفية. وفاتن بتنبهر جدا بالعزبة وخصوصا بالأطفال اللي بيفرحوا بيها جدا. مديرة المنزل حست إن هي عايز ترتاح وقالت للأطفال اخرجوا، وهي هتنام شوية لحد العشاء. فعلا بتنام فاتن وبيجي لها كابوس غريب قوي، بيجي لها واحدة شكلها وحش قوي بتتمشى في البيت، وأول ما بتشوف فاتن بتمسك إيديها وبتقول لها انت لسه ما شفتيش حاجة. وفجأة فاتن بتصحى مفزوعة جدا على صوت مديرة البيت وهي بتقول لها ان وقت العشاء جه. ولما بتقوم فاتن تجهز بتبص في المراية وبتلاقي مكان ما الست اللي هي في الحلم شافتها علامات ايديها لسه معلمة فيها. ووقت النوم بتاخد أدهم وليلى وبتحطهم في السرير، وليلى فجأة بتمسك ايديها وبتترجاها وتقول لها ان مهما حصل ارجوكي اوعي تخرجي من اوضتك بالليل، وخلتها توعدها بالكلام ده. وفي الاخر فاتن استغربت ولكن ما حطتش في دماغها ان هي مجرد طفله، ولكن الاحداث اللي بعدها خلت فاتن تستغرب جدا من اللي بيحصل في البيت ده. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب سرايا فؤاد للكاتب اياد درويش، ومش هتندم ابدا ان انت قريت الكتاب ده.